طبعا احنا اتكلمنا عن المعجزة اللي رجعت كابتن جوهري تاني للساحة بعد ما تم اقالته. وصلنا بقى لرحلة كابتن جوهري مع تصفيات كاس العالم 94 واللي اخدت بطولتها زيمبابوي. كلنا طبعا فاكرين الكلام ده. طب هو بالعقل كده ينفع مدير فني يتسأل عن نتائج تم الغائها وده بسبب حالة شغب حصلت او حاجة غريبة حصلت في الادارة مش مفهومة؟ اللي حصل وقتها ان كابتن جوهري قدر يحقق الفوز ووصل بالمنتخب للدور النهائي، ولكن بعد الفوز النتيجة اتلغت، وده بسبب ادعاء المدرب للفريق المنافس انه اتصاب وقال ان اللقاء حصل في اجواء غير مناسبة. يقوم الماتش يتعاد في فرنسا ومصر تسيطر على الوضع والدنيا ماشية تمام التمام. فيجي بقى كابتن مجدي طلبة ومن على خط الجون ونونوت في دماغه بقى واصر ان الكرة دي لازم العبها بدماغي. طب يعني يا كابتن هو ده وقته؟ طب هيعملوا ايه بعد اللي حصل بقى ده كله؟ مفيش قدامهم غير كابتن جوهري، وده كان قبل 6 شهور بس من بطولة افريقيا 94 في تونس. فجه اتحاد الكورة عايز يختار مدرب فجابوا كابتن شحتة كمدرب مؤقت لكن بنفس الجهاز الفني لكابتن جوهري. وجه في الوقت ده اتحاد الكورة كان عايز ينفذ مشروع انه يجيب خبراء اجانب من اوروبا. راحوا بقى عزيزي المشاهد سابوا كل دول اوروبا وراحوا جابوا الخبير ده من رومانيا على اساس يعني ان رومانيا مقطعه البطولات. الخبير الروماني ده بقى هو رادوليسكو، وده كان في نوفمبر سنة 93، وده من الاخر كان جاي ياكل عيش. روديلسكو خرب الدنيا خالص وكان عايز يعمل مصلحة ويمشي، وراح بقى محرض اللعيبه انهم يسيبوا المنتخب ويروحوا يلعبوا في الدوري الروماني. يا عم هو انت جاي تدربهم ولا جاي تاخدهم؟ يقوم اتحاد الكوره يقرر اقالته في شهر يناير سنه 94، وده كان قبل البطوله بشهرين بس. طب وبعدين بقى في القرارات اللي طلعت دي اتحاد الكوره عين كابتن طه اسماعيل عشان يدرب المنتخب، والمساعد بتاعه كان كابتن فاروق جعفر. ودخلنا افريقيا في مجموعه الجابون ونيجيريا. الفكره بقى ان كتر تغيير المدربين ده خلانا نفقد الشخصيه تماما في الملعب، وده طبعا كان السبب الرئيسي في خسارتنا للبطوله. الموضوع بدا بفوزنا قدام الجابون في ماتش الافتتاح، وده كان ب4 اهداف لمنتخب مصر مقابل لا شيء. وسجل وقتها كابتن ايمن منصور اول هدف، وده كان اسرع هدف في البطوله. وبعد كده نتعادل مع نيجيريا، ودي ما كانتش حاجه حلوه. تعال اقول لك بقى يعني ايه تتعادل مع نيجيريا. اول حاجه ان منتخب نيجيريا سنه 94 كان من اقوى الاجيال اللي جت في منتخب نيجيريا، وقدر يكسب البطوله وكان متصدر مجموعته وقتها في كاس العالم، ودي اللي كان فيها الارجنتين، واللي بالمناسبه خسر من ايطاليا، ودي كانت سبب خروجه من المونديال. بعد بقى ما تأهلنا لدور النهائي جات الصدمة، ودي كانت من منتخب مالي. لكن مشكلة الشخصية اللي افتقدناها هي اللي أثرت وقتها على الفريق كله، ويطلع كابتن شوبير عشان يمسك دماغ لاعب من اللعيبة. وبعد ما خسرنا الإجراء طبعا المتوقع اللي كلنا عارفينه، هنقيل المدرب ويبتدي اتحاد الكورة يجيب مدرب تاني، ووقتها كان هو راوتر وكان معاه كابتن محسن صالح وكابتن كرول للمنتخب الأولمبي. احنا ساعتها ما خدناش البطولة، لكن التجربة كانت سبب في ظهور جيل جديد يقدر المنتخب يستفاد منه في المستقبل.